طبعا مشاهدينا الكرام دائما احكي هنا سهراتنا وقعداتنا وحتى صباحنا الجميل للي يحب الشعر الشعبي، ماكو يمكن شخص عراقي ما يحب الشعر الشعبي ابدا، لازم كلام جميل. واذا ما يحبه فهو يتذوقه، يعني اذا ما يكتب فهو يتذوق سمعينا شيء هسه الشعر الشعبي. شو تحب اقرا لك؟ انت مشاعره، اقري لنا فد شيء حلو. شنو تشكك؟ لا يعني مو شيء بالعكس. تدلل الك؟ لا مو احنا بعض الاحيان الشاعر او المطرب تقول له غني، نقول له ما لا احنا اسال الناس سمعينا. يدللون الناس. اقول تدري الخاطرك لي هسه ما حبيت والغيرك ابد ما باوعت عيني. نعم. عفت عدى ربعيني حتى لو ما جيت تلم بالذكريات اللي بينك وبيني. الله عليك. واحكي لك واشكي لك كل لحظة تمر بجفاك قد ليلك، وامشي لك واغني لك ترى مليت بس ارجع شو اسوي لك. معقولة تنام بيا ما حسيت كل جرة نفس بعدك تأذيني. عفت عدى ربعيني حتى لو ما جيت تلم بالذكريات اللي بينك وبيني. الله عليك، صح لسانك. اكيد احنا مشوارنا ما يكمل بالكلمات الجميله من الشعر الشعبي الا بتواجد اساتذه شعراء محترمين مثل مهند العزاوي. صبحك الله بالخير حبيبي، شلونك؟ صباح الورد. صباح الورد. شلونك؟ ان شاء الله تمام. الله يسلمك يا عيني. صباح الورد. سعيده. اعطيني صبر شوي. ايامك سعيده. صباح الورد والمحبه، سنه سعيده عليكم يا ربي وعلى العراقيين اجمع يا رب. ان شاء الله تغضون برفقتنا صباح ممتع ان شاء الله. امين امين ان شاء الله. اكيد راح يكون ممتع، كون مثل ما ذكرت رنين ما ممكن ان واحد يشوف شاعر ينطيك كلمات جميله، احنا قوه نصفا حتى نصفط حكينا يكون حلو فعلا. كيف الشاعر هو ينطي كلام جميل بوزن وقافيه برنه من تسمعها تدخل القلب، فاكيد هذا يسعدنا. يا حبيبي نتمنى تسمعنا فد شيء يعني نستثمر وجودك على طول. نبدي بالحكايه الدافيه. من احلى القصائد اللي اموت عليها. فدوى قلبك. امت وين رنين؟ وين نبدا؟ امت تموت عليه. اي اقول مهند ضاع الهوى. امسيت جمرا في جوى في اجفني دمع اذا انزلته الكون ارتوى. ينتابني حزنا كما حزن الذي يمكث مريضا ابنه محتار في ثمن الدواء. فتشت نفسي باحثا والله لم يبقى سوى باقي لي بس روح ونفس. من رحت وياك اخذت العافيه. والنار حرقتني ومشت بجفاك ظليت انسحق مثل الجقار الطافيه. معروف لو صبوا الدمع ينشاف بس ما ينسمع. ليش انا دمعي بغيبتك فزز الناس الغافيه. الله. وليش من نصيحك ما ترد مو تدري كاتلني البرد وتلمس حلوق البشر. وين الحكايه الدافيه؟ لك انا اخاف اللي ياخذك ما عنده نية الصافيه. الله. اتلمس حلوق البشر وين الحكايه الدافيه. لك انا اخاف اللي ياخذك ما عنده نية الصافيه. ودعت ليلي مقمرا امسيت والقمر اختفى. غيري سعيدا يحتفي ما همني فيما احتفى. اكملت دربي بائسا في خطوتي بان الجفا. حقا كفى كم دوب كابر وانتظر سنة المضت مو كافية. مهموم كل ساعة انجرح وبريتي تمرجح تتهن وافكاري ما متصافية. الله. صديت وانا بلا عقل مجدوه ومسودا مثل سمعت وليد انخطف طلعت فرع وحافية. الله. لك انا اخاف اللي ياخذك ما عنده نية الصافية. لا يحتسي خمرا اذا يوم ينظل ما شايفك. لا يشتعل جمرا اذا عافت الضحكة شفايفك. مو مثلي يكتب لك شعر بلسانه من يحكي الغزل لا بيوزن لا قافية. يا سلام عليكم. الله يسلمك. الله. الله. فعلا نتواصل، خلينا نسمع نتواصل. على قولة صباح الهلالي كاتبها هيك. هيك يسويها. نتواصل بالهذا حتى بعدين نسولف. اوكي. شو لحظات جميله رائعه من نشوف الناس تسمع الكلمات فعلا. بما انه احنا بدايه سنه جديده فالقصيده الجايه هي قصه ورساله بنفس الوقت. نسمع.
تقول أول ما بديت أرسم ملامح شريكة حياتي ردتها تكون بنتي قبل ما تكون حبيبتي. ردتها تكون طفلة بريئة مجنونة حتى استمتع من أشوف ابتسامتها. وبديت أرسم قمر صافي وحنين أسمر واسم دافي، واحتار بسواد العين أعوفش كم بحر غافي. كنت أرسم وريد ألوان وأنا أدري الفراش هواي بس حسيته مو كافي. من أتعدى جو العين أريد خدود وردية. الله انطاها بس للحور ما منطيها البنية. الله. أمشي وما أشوف وجوه أدور نظرة تعنيني. عذرا يا بنات الناس بس محبوبتي بعيني. الله. خل أبقى أحترق بالشوق، إذا ما يحترق بالنار ما يفيد الشمع طافي. الله. وأنا أذكرها كل الزين أول ما بديت أشتاق كنت أرسم قمر صافي. الله. وبيوم من الأيام وأنا أمشي بأحد الشوارع المزدحمة نعم. تفاجأت شفت البنت اللي كنت أرسمها واقفة ومبتسمة كأنها العافية. هي هاي أم الحكاية الدافية. الله. صارحتها وهي تدري ايش راح أقول وقالت تعرف بيك نيتك صافية. فززت بيها ورود الياسمين وفززت بيها الفراشة الغافية. لزمت ايدي وكان وياها الكلام يغار من عند الوزن والغافية. وبعد فترة من علاقة حب كان إحساسي بيها يشبه العطر اللي يفوح بأول لحظات ينزل بيها المطر. أجا اليوم اللي يكون بي داخل بيت حبيبتي حتى أطلب إيدها، ومن سألوها وافقت خجلانة فدوى لعينها. تريد يمي تعيش باقي سنينها. تكسرت كل الحواجز بالحلال وماكو حاجز هسه بيني وبينها. الله. وطرنا فرحانين في عقد القران رحنا للجنة وعرفنا شبيها. والزفاف بثاني يوم من الربيع وبالمكان اللي بيك نتلاقيها. الله. جت يمي وبعد ما يقدر لي ليل ولا تجي النجمات واحسب بيها. ابتسمت صلينا ركعة وحبنا صار يرضي الله وغايته ويرضيها. لا تقيسون القصص بأول لقاء. اللي يبدي قصة المفترض ينهيها. ومو مهم يلقى اللي يحبها بأي مكان، المهم بغرفته يخليها. الله عليك، الله عليك، صح لسانك هنودي. عمري. يا سلام يا سلام عليك والله فعلا. تمسمو يعني فدوى قلبك. اقول تقشعر الابدان وابالغ يعني فعلا الكلمات الجميله عندما تكون بهذا الوصف الرائع وانت تتحدث بالحبيبه اكيد يكون له شعور خاص ومختلف تماما. صحيح. مهند، انت تنتقي كلمات، عندك ادوات خاصه تختلف عن اي شاعر، يمكن تدخل كلام فصيح. نعم. اذا كان هذا بالضبط جداً صعب ان يوفق بين الشعر الفصيح والشعر الشعبي. عندك كلمات تنتقيها، انت هذا لونك الخاص، لو انت تتصنع وتتكلف وتخلي هالكلمات بقصيدتك. رنين، بما انه انت شاعر تعرفين بانه لكل شاعر ادواته، وهذه الادوات يتكون لونه الخاص بعد فتره من عناء طويل. اول ما يبدي يكون متاثر بشاعر كان يسمعها وبقصائد كان يحبها، ولكن تبدي موهبته تنصقل. حضرتك بمن ابتدأت بالتاثير؟ والله انا تاثرت بقصائد، ما تاثرت بشاعر معين. يعني قصائد التحيات. قصيده مثلا اكثر قصيده اثرت بي جبار رشيد كون تشوف. كون اشوف وخذني يمك. خذني يمك، ولكن كون تشوف كانت من احد الاسباب اللي تخليني ان اكون جاد. سمونا اياها هاي بيناتكم. أنا ما حافظها. تقول بعد ما ظل كل عذر لا تعتذر. ليل عمرك مخلص بعد ما بي صبر. خلنا نلم احلامنا ونحفظ صورهن قبل لا ياخذهن بدرب الفجر. الله، قصائد جميله، ولكن كون تشوف كنت مستمع اعتيادي، سمعت القصيده حبيتها جدا. هاي شو وقت هالنودي؟ يعني ايش قد عمرك تقريبا؟ والله احنا نقدر نقول قبل 7 سنوات تقريبا. يعني عمرك تقريبا
عمري؟ اي لا مو هسه، من انت عمرك حسيت نفسك ان انت اي يعني كان تقريبا 18 سنه. تعرف هذه مراحل تكوين المشاعر عند الشاب فعلا. اي، والحب الاول وهذه الامور، فعلا. فتتكون عندنا هاي مسائل تكوين الشعر. مثل العفو، ما جاوبت على سؤالك. ماكو شاعر يتصنع ان يكتب بهذه المفردات. لا، اكو ناس تنتقي كلمات تجيبها وتخليها بقصيده. الانتقاء واحد. الانتقاء اوكي، انا لازم اختار مفرداتي. صح. انا اليوم من برنامجكم حلو ممتع، ليش متابع؟ لانه مميز بشيء، مميز باسلوب علاوي، بالفكره اللي تطرحها رنين. فالتميز هذا انا اقول لك مو تصنع، وانما هو حرفه. العفويه، المصداقيه، ما متواجد في المشاعر وفي القلب يقول اللسان، هذا اسرع شيء يوصل الى المتلقي. وهذا ايضا ينحسب تميز. وهذا اللي دا احكي. شنو نسمع ابوذيات بيناتكم؟ يلا. اوكي. اقول يومي تاه في فجره. اها. وليلاه ضائع لم يجد شخصا. وليلاه قيس يحتسي الخمره. وليلاه ماتت قبل لا تكتب وصيه. يا سلام عليك. كلش حظنا اسود مات حظنا. كلش حظنا اسود مات حظنا لان باخر مشابق مات. الله. انا اللي وصيت حضني الله مات حضنه، واذا حضنك حضني ما علي. حو علي حو يا نار قلبي. دمعي سال في عطشه وكفاه. دمعي سال في عطشه وكفاه تجبر وارتوى منه. وكفاه كفي ينتظر صلحا. وكفاه رماني وضحك الشامت علي. الله كبر قلبي من اشوفك يختمر يوم وتوسل بيك عمري. الله يختمر يوم عسل طعمك احسك تمر يوم الحقيني حالاتك قد قويه. الله. يا سلام عليكم. ها بعد تريد؟ اي كمل. يلا نقول دعيني ارتشف شيئا من الماء عسى ان ينتشى القلب من الماء. سؤال دار في ذهني من الماء قدر ينساني لحظه وينطفي. يا سلام عليك هنودي. الله. ابوذيات جميله، انت تكتب الابوذيه ايضا بحرفه حلوه، يمكن هم تدخل بها الكلمات الفصيحه. اي صعب. يمكن علي اذا تعرف اكو كثير من الكلمات الفصيحه تصير هم شعبيه، فهذا الموضوع واحد يستغله بالشعر. لا وتوظف في خلال اللوحات المسرحيه وكذا. شكرا حبيبي دغدغه المشاعر، شكرا للدقه والمصداقيه، شكرا جزيلا. وردتني يعني سلامات كثيره لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا. الله يسلمك. شكرا مهند، نورتنا. شكرا جزيلا. وقت ممتع. شكرا. وان شاء الله مو اخر مره هذه، وشكرا لهذه الاستضافه الجميله. اكيد تتكرر. بعد الفاصل اكيد راح نتواصل بيسعد صباحك يا عراق.